السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده. النهارده معايا الجزء الثاني من شرح تطبيق كاب كات من البدايه. هنشرح كل الادوات وكل حاجه في التطبيق. في الجزء الاول شرحنا ازاي تثبت التطبيق، ازاي تسجل فيه، وازاي تحط افضل الاعدادات، وكمان شرحنا بدايه للتطبيق، شرحنا الواجهه وشويه ادوات. هتلاقي لينك الجزء الاول في وصف الفيديو. احنا النهارده في الجزء الثاني، وزي ما اتفقنا احنا بننزل حلقه كل حد وخميس الساعه 5، ومش هشرح اي حاجه غير لما نخلص تطبيق كاب كات كله. فمهما خد حلقات هنشرحه كله ورا بعضه بإذن الله، عشان يكون الموضوع كده كويس وما يلخبطكش، ما اقعدش انزل حلقة كل شهر وهكذا. وخلينا نبدأ مع بعضينا، ولكن قبل ما نبدأ يا ريت تعمل لايك للفيديو ده، مهم جدا. قبل ما نبدأ، اي حد مهتم بالمونتاج والتطبيقات بتاعة المونتاج او بكاب كات عموما، يا ريت تبعت له الفيديو ده. ويلا بينا نبدأ موضوعنا النهارده. فبنفتح تطبيق كاب كات عادي جدا يا شباب، ونيجي عند مشروع جديد من هنا زي ما اتفقنا، يعني زي الجزء الاول. فانا انصحك تشوف الجزء الاول عشان يكون الدنيا ماشية معاك بشكل كويس. وهندوس على اضافة، والنهاردة هنشرح على الفيديو ده. طيب ليه الفيديو ده؟ الفيديو ده فيه حركات كتيرة، وفيه يعني من الفيديوهات اللي بتبقى سريعة، فالادوات اللي هنشرحها دي احترافية اكتر من الجزء الاول، وكمان صعب انك انت تعمل مونتاج على فيديو فيه حركة كتيرة وهكذا. فان شاء الله الحلقة دي هتعجبك. فزي ما اتفقنا احنا في البداية بنشرح اداة التعديل، اللي هي اول اداة دي، او ان احنا لو دوسنا على شريط الفيديو من هنا هتظهر لنا الادوات اللي جوه التعديل، او الادوات اللي احنا نقدر نعدل بيها على الفيديو. فاحنا في الاول كنا شرحنا اول لحد حذف، كنا شرحنا اول 5 ادوات. فخلينا نبدأ من اول اداة اسمها تتبع الكاميرا. ايه هي اداة تتبع الكاميرا دي؟ وهي زي ما قلت لك الفيديو ده فيه حركة كتير، فانا محتاج ان انا اتتبع الشخص اللي جوه الفيديو، اتتبعه اشوفه بيتحرك ازاي، بحيث ان الكاميرا تكون بتتحرك معاه. ودي حاجات كويسة في المونتاج، بحيث ان هي تجذب نظر المشاهد. فانا مثلا لو دوست على اداة تتبع الكاميرا بيظهر لي اداتين: تتبع الكاميرا وحركة بالذكاء الاصطناعي. هنشرح الاتنين، ولكن خلينا في اول حاجة وهي تتبع الكاميرا. طيب تتبع الكاميرا هنا بيوفر لك 3 حاجات: انك انت تتتبع الوجه او الجسم او اليد. طيب عشان نفهمها، فمثلا انا هختار الجسم هنا. زي ما احنا ما شايفين، لو دوست على كلمة بدء من هنا بيبتدي يحمل، وبيبتدي ان هو زي ما انت شايف بيتحرك مع الجسم اللي بيتحرك في الفيديو. فهنخليه يحمل للاخر. طبعا هو مش على حسب مدة الفيديو، يعني مش بياخد وقت كبير، وهنا مدة الفيديو 13 ثانية، فمش هياخد وقت كبير يعني. وبكده يكون خلص. طيب زي ما انت ما شايف، اول ما خلص جاب لي حاجات اقدر ان انا اضبطها، ان انا مثلا اقدر الدوران، اللي هو مثلا لو انا جيت شغلت الفيديو كده زي ما انت ما شايف هو بيتحرك مع الجسم ذات نفسه، والفريم ممكن يخرج من المكان، وده هقول لك ازاي هنحلها. فلو انا زودت الدوران، هو كمان بيزود دوران الفيديو ان هو يخرج بره الفريم. خلينا نمسح اخر حاجة دي. طيب خلينا نيجي هنا تاني ونيجي عند الضبط. فانا اقدر مثلا ان انا اخليه ملائمة لوحة التصميم، بحيث ان هو ما يخرجش بره الفريم زي ما كان بيعمل، ويعمل زي زوم كده على الشخصية، بحيث ان هو يفضل في الفريم على المقاس اللي انا حاطه. كمان اقدر ان انا احتفظ بحجم الجسم، ان انا مثلا ما اخلوش الجسم يخرج كله بره الفيديو، وانا عايزه بس يكون جوه الفريم، بحيث يكون مشاهدة اكتر متعة للمشاهد. فدي هتفيدك في الفيديوهات اللي هي بتبقى فيها حركة كتيرة، بحيث ان هي مثلا خلينا نشوفه في البداية قبل اي تعديل. فنقدر من هنا نرجع خالص. فانا هرجع لحد ما السهم ده يختفي. كده انا رجعت للاول خالص. زي ما انت ما شايف الفيديو هنا يعني يعتبر بعيد، ما فيهوش اي يعني شيء، او عادي انت مثبت الكاميرا وشخص بيتحرك. ولكن لما نحرك الكاميرا معاها كده، خلينا نرجع لحد لما ثبتنا الفريم. فزي ما انت ما شايف كده الفيديو احسن، والكاميرا بتتحرك مع الشخصين. دي بتبقى ليها فيديوهات معينة اللي فيها حركة كتير او هكذا. طيب او مثلا لو افترضنا انك انت في الفيديو هنا ايدك فيها حاجة مثلا وبتتحرك، لو عملت اخترت من اداة تتبع الكاميرا اليد او الوجه، فهتقدر ان الكاميرا هتتحرك مع ايديك. يعني دي انا مجربها، فانت جربها برضه. تاني حاجة وهي حركة الذكاء الاصطناعي. هي نفس الفكرة، ولكن بيوفر لك ادوات اكتر.
زي مثلا التكبير او الزوم، ان هو يعمل زوم على الشخصية اللي جوه الفيديو اكتر يعني، وده بيتتبعها يعني، خصوصا الفيديوهات اللي فيها مثلا حركة زي الكرة اللي هنا. فيديوهات فيها حركة كتير يعني، الأمثلة كتيرة يعني. فهنستنى برضو يحمل. بعد ما خلص زي ما انت ما شايف هو عمل زوم على الشخصية ذات نفسها. وده برضو يعني اللي بالذكاء الاصطناعي يبقى احترافي اكتر من اليدوي. فانت ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي او الشكل اليدوي اللي احنا شرحناه في البداية وهكذا. طيب خلاص خلصنا من الأداة دي. خلينا نرجع للبداية خالص عشان نشرح بقى ايه الأدوات. طيب هنحدد هنا وهنيجي عند الأداة اللي بعدها، وهي أداة مستوى الصوت، ودي سهلة جدا إنك أنت بتحدد عليها. تقدر تعلي الصوت لحد 1000%، تقدر توطيه بحيث إن لو الفيديو أصلا الصوت اللي فيه واطي فأنت تقدر إنك أنت تعليه ويكون ظاهر جدا في الفيديو يعني. لو أنت عندك فيديوهات صوتها مش واضح جدا فده هيساعدك إن الفيديو يكون صوته أحسن وهيحسن لك الفيديو. الأداة اللي بعدها وهي أداة التعديل أو تظبيط حجم الفيديو. فأنت في 3 حاجات، وهي أداة القص، إنك أنت تقدر تظبط المقاس بتاع الفيديو، ولكن الفيديو ده طويل. فمثلا أنا ممكن أختار مقاس يكون بالطول زي كده، ممكن 16:9 وهكذا. فلو اخترنا 16:9 وندوس على علامة الصح، في الانعكاس اللي هي المراية إن هو تعكس الفيديو. دي بيستخدموها لو انت اصلا يعني بعد ما رفعت الفيديو ساعات بيكون معكوس، فانت هنا تقدر تعدله، تقدر تعمل له تدوير لفوق او لتحت. وده بقى لو انت حملت الفيديو او رفعته على كاب كات ولاحظت ان هو مقلوب او جاي يمين او شمال، فانت من الاداة دي تقدر تظبط الحجم، تعمل انعكاس، وكمان تعمل له تدوير اللي هو بالشقلوب او كده. طيب الأداة اللي بعدها وهي تقطير تلقائي. تقطير تلقائي دي شبه تتبع الكاميرا بشكل كبير جدا. فمثلا لو أنا دوست عليه، وهي أصلا يعني تعتبر بالذكاء الاصطناعي، فهو بيقولك إن هيتم إزالة قص المطبق على الفيديو، يعني أي حاجة أنت عملتها على الفيديو هتتشال، لأن هو بيبتدي من أول وجديد. ليه بيبتدي من أول وجديد؟ لأن مثلا أنا هنا أقدر أحافظ على ثبات الصورة، بحيث ان هي الصورة تفضل ثابتة واللي جوه الفيديو بس هو اللي يتحرك. لو انت عندك فيديو مهزوز او كده فده هيساعدك ان هو يتثبت اكتر. عندك مثلا سرعة تحرك الكاميرا. لو افترضنا ان الكاميرا انت مثلا مسرحها قوي وانت بتصور او مبطئها، ده برضه هيساعدك انك توزن الفيديو. فمثلا انا اختارها بطيء بما ان الكاميرا هنا بتتحرك بشكل سريع شوية. كمان اقدر ان انا اظبط الحجم بتاعها. مثلا اختار حجم التيك توك وهبتدي ادوس على علامة الصح وابتدي اشوف هو عمل لي ايه بالظبط. كل اللي عمله انه بطأ لي حركة الكاميرا شوية. فمثال مثلا انت دلوقتي صورت فيديو فانت اتحركت بشكل سريع عن الكاميرا، او الكاميرا كانت ثابتة ساعتها، او الشخص اللي بيصورك سرحان او كده. فانت تقدر عن طريق اداة التتبع اللي احنا قلناها في الاول واداة التقطير انك انت تحرك الكاميرا معاك. وخلينا مثلا نجرب هنا نخليها سريع، وخلينا نخليها مرن. فهنلاحظ ان الحركة هنا بقت اسرع مما كانت عليه. يعني هنا الحركة بقت مرنة اكتر، وكمان حركة الكاميرا بقت سريعة اسرع من الاول مع حركة الجسم اللي انت شايف. طيب خلينا نروح للأداة اللي بعدها وهي أداة القطع، او يعني انا بسميها هي أداة الكروم او ازالة الخلفية. طيب هنستفيد من الأداة دي امتى؟ طيب عشان اشرح لك الأداة دي فانا لازم اعلمك ازاي تضيف طبقة، لان احنا بنستخدم الكرومات في الغالب. بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها لما نعوز نضيف طبقة كرومة خضراء او هكذا. فمثلا انا هنا هعلمك حاجة اسمها اضافة طبقات. فاحنا هنيجي من هنا وهندور على حاجة اسمها التراكب او اوفرلي. فلو دوست عليها هيقول لي اضافة تراكب او اضافة طبقة يعني. فدوس عليه واختار الكرومة بتاعتي دي وهبتدي ادوس عليها اضافة. طيب انا هنا الكرومة عندي خضراء، فانا ازاي اقدر ان انا اشيلها؟ لو لاحظنا ان سواء شريط الاساسي بتاع الفيديو او لاحظنا ان الطبقة اللي انا ضفتها دي بتظهر لي نفس الادوات اللي انت شايفها دي، فانا بقدر ان انا اجي عند القطع دي واقدر ان انا اعمل لها حاجة اسمها ازالة خلفية. فهو زي ما انت ما شايف زل لي الخلفية كلها، ولكن طب ما هو في لون ابيض انا عاوزه. فهنرجع تاني واقدر ان انا دي اول حاجة اللي هو تقدر تزيل الخلفية كلها بتاعت اي فيديو. طيب مفتاح الكروما هنا
ان هو بقى اقدر احدد على اللون الاخضر زي ما انت شايف اللون اتحول لاخضر، واقدر اجي عند الكثافة هنا واشيل الدرجة ذات نفسها وادوس على علامة الصح. هنلاحظ ان اللون الاخضر اختفى واللون الابيض بس هو اللي بقى موجود. فخلينا مثلا نعكس الفيديو ده كده بالطول بحيث ان هو يكون مناسب. ونجيبه كده وخلينا نشغل الفيديو. زي ما انت ما شايف اهو قفل ازاي على الفيديو، ولكن ممكن يكون في حاجات خضراء جوه الكرومة ذات نفسها ما اتشالتش. فعشان اقدر اشيلها بحدد على الطبقة دي وباجي عند أداة هنا هنروح لها برضو، ولكن خلينا نشرحها بالمرة، وهي أداة الضبط أو أداة adjust اللي هو بقدر أعدل على الألوان. فكلنا طبعا عارفين ازاي أعلي من سطوع الفيديو أو هكذا، ولكن أنا هروح لها. وخليني بس أروح عند حاجة اسمها HSL بتظهر لي الألوان، فبحدد على اللون الأخضر وكمان بقلله لحد -100 بحيث إن اللون الأخضر يختفي من الكرومة كلها. وبس كده هتلاحظ إن الطبقة كلها بقت أبيض زي ما احنا متفقنا. طيب خلينا نرجع لشرحنا. احنا كده شرحنا لحد أداة القطع أو أوفر أو أداة أنا بسميها أداة الكروم. خلينا نروح لها تاني، وفيها حاجة اسمها قطع مخصص فرشة. هنا خلينا نحدد على الشخصية بتاعتنا ذات نفسها بحيث ان احنا نخرجه من الفيديو ذات نفسه وبس. وباجي عند منحنيات التحديد القطع هنا زي ما انت ما شايف اللي انا حددت عليه هو اللي فضل. اقدر ان انا اعمل عليه خطوط زي ما انت ما شايف كده، وزي ما انت ما شايف الخلفية كلها هي اللي اتحركت يعني. بس فانا اقدر ان انا انزل هنا، وهو هنا بيعمل لي ازالة خلفية لا تقلقوا، الموضوع يعني لسه بياخد تحميل بس. وزي ما انت ما شايف كده لو جينا نشغل الفيديو هنلاحظ ان هو عمل لي بس تحديد على الشخصية اللي انا قلت لك عليها اللي انا حددت عليها، وباقي الخلفية ما بقتش تعتبر ان هي موجودة يعني. وبس يعني دي حركة جميلة ممكن انك انت تعملها او تستخدمها في الانترو، اللي هي مثلا لو انت بتقدم للبرنامج فمحتاج انك انت تضيف الشخصية بس وهي بتتحرك وتغير الخلفية وهكذا. فالموضوع كله بيبقى ابداع يا جماعة. فخلينا نرجع للبداية خالص عشان نخش على الأداة اللي بعدها. هبتدي ان انا احدد هنا تاني، واحنا كده رحنا لحد قطع او شرح لها كلها. فهنيجي عند تراكب، وهي ان انا اقدر اغير يعني زي ما احنا متفقين. احنا عندنا هنا حاجة اسمها طبقة اساسية وحاجة اسمها الطبقة الفرعية او الطبقة اللي انا ضفتها، واقدر اخلي الشريط الاساسي ده يكون طبقة تانية. فخليني اقص منه جزء من هنا، واقدر ان انا احدد عليه كده، وبقدر ان انا اجي عند اداة اسمها تراكب، وبلاحظ ان الاداة ان هي نزلت لي لتحت، يعني ان هي بقى عندي كده يعني طبقتين انا ضايفهم. ممكن اقدر ان انا احركها بقى اضيفها هنا زي ما انت ما شايف بقت موجودة هنا وهكذا. طيب خلينا نروح نشرح حتة تانية. احنا شرحنا تراكب. تحويل. كلمة تحويل اللي هو مثلا زي ما اتفقنا انت ممكن ترفع الفيديو ويكون في حاجة بايظة مثلا، زي ما احنا قلنا ازاي تعدل عليه تقص منه جزء او الحاجات دي. فمثلا انت هنا تقدر تحرك الفيديو بتاعك ناحية الشمال زي ما انت ملاحظ كده هو بيتحرك معايا والخلفية السوداء ظهرت. ده المحور الأفقي، ولكن خلينا نرجعها. فادوس على إعادة تعيين بترجع تاني. أقدر أخليه محور رأسي اللي هو أنزله لتحت زي ما أنت ما شايف كده، أو أطلعه لفوق. طبعا عشان ده فيديو مظبوط ومفهوش أي حاجة، فأنت يعني مهما عدلت عليه من هنا فده هيبوظ الفيديو. ولكن أنت لو الفيديو بتاعك أصلا معوج أو الكاميرا كانت مثلا مثبتها على ترايبود، الموبايل اللي بتصور بيه مثلا وتعوج مثلا، فهل أنت هتعيد التصوير من البداية؟ لا، تظبط المقاسات وهكذا وتبدأ الشرح بتاعك بأمر الله. بس فأنا هدوس على إعادة تعيين هنا وهدوس على علامة الصح. بعد كلمة تحويل دي عندنا حاجة اسمها الفلاتر، وهو إن هو بيضيف لي فلاتر كتيرة جدا أقدر إن أنا أستخدمها على الفيديو بتاعي. بيضيف لي يعني المميز إن أغلب الفلاتر اللي هنا كلها يعني مش أغلبها مجانية، وده اللي موجود يعني في النسخة الحالية اللي موجودة في الوطن العربي، على عكس أمريكا أو كندا أو كده بتبقى يعني في فلاتر بتبقى بفلوس. لما التحديث ده ينزل هشرحه لك برضه.
فمثلا انت بتقدر، انا بحب مثلا من افلام هنا زي ما انت ما شايف موفر لك اوبنهايمر، موفر لك فلتر باربي، فانا بختار مثلا ده. فلو دوست عليه بيحمل زي ما انت ما شايف كده، ولكن لازم تكون الانترنت متوصل بحيث ان هو يكون سريع اكتر. بس فزي ما انت ما شايف اقدر اتحكم في حدة الفلتر زي ما انت ما شايف معمول ازاي، وادوس التطبيق على الكل لو في كذا طبقة او كده. وبس لو جينا نتفرج على الفيديو هنلاحظ ان هو الالوان بتاعته اتغيرت خالص، بدل ما هي كانت كده بقت كده كده كده. وبس فخلينا نروح لنقطة تانية نشرحها، وهي الأداة اللي أنا كنت عاوز أقولك عليها، وهي أداة الضبط. وهي إن أنا أقدر أعلي من سطوع مثلا الإضاءة بتاعة الفيديو، أقدر التباين. طبعا الحاجات دي بتبقى يعني زي ما أنت ما بتعدل على الصور بتقدر تعدل بيها على الفيديوهات. بس فأنت على حسب الفيديو بتاعك تقدر إنك أنت تلعب في الإضاءة، تعليها توطيها، وهتلاقي نفسك الموضوع مش ثابت. يعني أنا مش هقولك على إعدادات تعملها الكلام ده، لا أنا هقولك على فلاتر، ولكن أنا بشرحها لك. ممكن في حلقة اشرح لك اعدادات للفلاتر تكون مميزة يعني، ولكن في فلاتر جاهزة تقدر تضيفها، وفي انك انت تقدر تعدل على حسب الفيديو بتاعك. مثلا هنا اللون الاخضر اللي في الفيديو اقدر ان انا اسحبه، اللي انت شايفه في النجيلة ده اقدر ان انا العب فيه او اعدل عليه زي ما انت ما شايف كده. بس وفي ادوات بقى كتيرة تقدر انك انت تستخدمها، مثلا درجة الحرارة، هنا الحر وهنا البرودة. بس فانت كل ما يعني عدلت اكتر كل ما هتلاحظ ان الادوات بقت سهله عليك. وبس يا شباب، نكتفي بهذا القدر النهارده. احنا شرحنا حوالي 10 ادوات. فاحنا في كل حلقه بنشرح ادوات بحيث انك انت اللي انا اشرحه بامر الله تقدر انك انت تراجع عليه بحيث انك انت تفهم. انا مش عايز اكتر في الادوات والموضوع يكون طويل وممل، فاحنا هنكتفي بهذا القدر. احنا لسه قدامنا حوالي 10 ادوات في مرحله تعديل على الفيديو، ودي كمان يعني هنشرحها في الحلقه الجايه ان شاء الله. كمان باقي الادوات بقى اللي هي سهله، احنا اصعب اداه عندنا وهي اداه التعديل اللي هي فيها الادوات الكتيره دي. بعد كده بقى هتلاحظ ان هقول لك ازاي تضيف صوت، ازاي تضيف نص، ازاي بقى قلنا ازاي نضيف طبقة، المؤثرات، الابعاد، الفلاتر، كل الحاجات دي احنا يعتبر يعني قربنا نخلصها. فاحنا قدامنا حلقة او حلقتين كمان، قول 3 لو احنا هنشرح مميزات اكتر. وبس اتمنى انك انت تكون استفدت. اللي ما تفهموش عيد الفيديو مرة واتنين وهتلاحظ انك انت فهمته. لو احتجت تسأل اي حاجة اكتب لي في الكومنتات. ما تنساش بقى اللايك والمتابعة، تكتب لي تعليق برأيك هل استفدت أو ما استفدتش. أنا أخوك يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.